يستاهل ولا فاكس؟ في الحلقة دي هنتكلم عن شوية مواضيع في الأكل، في التمرين، ومواضيع عامة في الفتنس، ونشوف هل هي فعلا تستاهل ولا فاكس ملهاش أي لازمة. معانا النهاردة كوتش مينا وهو صاحب الفكرة دي، فقلت لازم يكون معايا النهاردة. ازيك يا كوتش؟ اخبارك يا حسين؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله، الله يخليك. جبت الفكرة من فين؟ هي ببساطه الفكره كان اول واحد يعملها كان جيف نيبرت. تقريبا ليه شهر او شهرين بينزل الموضوع ده. الموضوع لذيذ سريع مستساغ للشباب اللي لسه داخلين الجيم وكده، وفي نفس الوقت بيطرح فيه مواضيع كتير فبيبقى فيه فايده عاليه يعني. فانا قلت ان احنا ننقل التجربه بالعربي، دي هتكون حاجه مفيده واحتمال جدا. تتصدم. المالتي فيتامين. المولتي فيتامين بالنسبة لي فاكس لأكتر من سبب. اول حاجه يعني هي بشكل عام هي صناعه كبيره، تمام، ولكن مشكلتها ان انا مش بيكون عندي كل العناصر اللي انا محتاجها فعلا. اغلب العناصر المايكروز اللي بتكون موجوده فيها اللي هي الفيتامينات والمعادن بتكون اصلا انت مش محتاجها وسهل انك تلاقيها في الاكل. تمام. بس هضيف على النقطه بتاعتك ان هي غير ان هي اغلب الحاجات بتبقى تقدر تاخدها من الاكل، الكميات الحاجات بتبقى موجوده اصلا بتبقى بكميات قليله، فهي اصلا مش هتصلح النقص اللي عندك. وساعات الحاجات اللي بتكون موجوده بتبقى صيغتها سيئه الامتصاص او مش كويسه من ناحيه امتصاص الجسم، فانت مش بتستفيد بيها اصلا. كده المالتي فيتامين فاكس جدا بالنسبه لي. نقطه تانية ان ساعات المركبات اللي بتكون موجوده بيكون فيها تداخل، ففي معدن بيقلل مثلا من امتصاص فيتامين او العكس. اللي بعده كرياتين. طب ليه نقول طيب، ليه؟ هل الكرياتين مكمل كويس؟ مكمل ممتاز. هل انت محتاجه؟ لا، مش محتاجه. فهي دي ببساطة. أغلب الناس بتستعمل الكرياتين على أساس إن هو لا لازم ومحتاج ومش هعرف أعمل حاجة من غيره. بس هو لا، أنت في الواقع أنت لو ظابط أكلك ظابط تمرينك ظابط استشفائك فأنت خلاص 95% من التطور بتاعك هيجي من الحاجات دي. كرياتين أو أيا كان باقي المكملات بيجي منه مجرد 5% بس. وعشان كده انا اخترت ان هو يستاهل، لان هو المكمل الوحيد اللي عليه اغلب الدراسات اللي بتقول ان هو فعلا يستاهل. وبشكل عام الكرياتين بيشتغل ان هو بيزود عندك من مصدر الطاقه الاساسي والمباشر اللي هو الاي تي بي. فلما بيزيد عندك الاي تي بي بتعرف تدي عدتين زياده، ومع الوقت بيزود فرصه انك تتحسن في الاداء في التمرين. فعشان كده اخترت يستاهل. الواي بروتين. طيب، الواي برضو نفس فكرة الكرياتين. هل انت بتعرف تخلص احتياجك من الاكل، احتياجك من البروتين من الاكل؟ خلاص الواي ملهوش اي لازمة. هل انت واحد مشغول؟ هل انت بتشتغل 12 15 ساعة في اليوم؟ هل انت ما بتعرفش تحضر اكلك، ما عندكش وقت؟ ساعتها الواي هيساعدك تقفل احتياجك من البروتين، بس هو مش مكمل سحري ولا هيطلع لك عضلات ولا اي حاجة يعني. بس عشان كده محايد. فعلا محايد. لو بتعرف زي ما قال تغطي البروتين، مش محتاج بروتين من الاساس. مش بتعرف تغطي البروتين، تقدر تدخل بروتين. BCAA. احنا هنتشتم النهارده. البي سي اي ملهاش اي 30 لازمه طول ما انت بتدخل بروتين. يعني نص احتياجك من البروتين اليومي تقريبا من مصادر جودتها عاليه، لحوم، فراخ، بيض، الحاجات دي. فانت عندك كل الاحماض الامينيه، مش محتاج بي سي اي ولا اي اي ولا اي حاجه فيها احماض امينيه، مش هتحتاجها من الاساس اصلا. بس الاي اي دي عباره عن ايه؟ الاسينشالز امينو اسيدز اللي هي الحاجات الاساسيه. الاحماض الامينيه الاساسيه. اه برضه لو اكلت تحتاج من البروتين برضه مش هتحتاجها، ولا هي ولا البي سي دبل اي. وفر فلوسك. الكافيين. الكافيين هو مش حاجه سحريه. الكافيين باختصار هو اللي بيعمله ان هو بيقلل احساس الاجهاد، او تعبير اصح يبقى بيخدر احساس الاجهاد. تقدر تفكر فيه زي مسكن الالم، ده مسكن اجهاد الكافيين ببساطه. هو الاجهاد موجود بس انت بس ما بتحسش بيه، وانك تقعد عليه بجرعات عاليه ده ممكن يضرك، ولو خليته قريب من ميعاد نومك ممكن ياثر عليه بالسلب جدا جدا جدا. انا عشان كده اخترت فاكس بسبب نقطه واحده، ان اغلب الناس فاكره ان انا لو ما شربتش كافيين قبل الجيم فانا ادائي هينزل، وده مش صح نهائي. انت لو ما شربتش كافيين ورحت تتمرن برضه ادائك هيتطور وهيزيد، وما تعتمدش اصلا على الكافيين. بالعكس، انت لو اعتمدت على الكافيين بشكل اساسي واخدت اوفر دوز كافيين هيأثر على جوده نومك بالسلب. بس انا بحب الكافيين عشان كده خليته معايا. تمارين بوزن الجسم. ببساطة تمارين وزن الجسم. هل انت مبتدئ؟ هل انت بتتمرن في البيت؟ هل انت ما عندكش مقدرة انك تروح الجيم؟ خلاص تمارين وزن الجسم دي هتكون كويسة، هتساعدك تتطور شوية. تقدر تنوع في الفاريشنز وتحط ضغط على عضلاتك، بس مش هتكون احسن حاجة برضه. فهي اوبشن كويس لو انت مضطر له. بس لو انت عندك اختيار انك تختار ما بين جيم واجهزة
ومعدات وتمرين في البيت وتروح تتمرن في البيت، فلا. انا عايز اقول لك ان انا اخترت فاكس. انا اصلا في بدايتي في المجال الفتنس كنت بتمرن اصلا تمرين بوزن الجسم، وكنت بنشرها للناس. ولكن سبب ان انا اخترت فاكس ان الموضوع في الفتره الاخيره بيقول لك ان تمرين بوزن الجسم هتغني عن تمارين المقاومه باوزان، وده مش صح. انت في البدايه او خلينا نقول اول 6 شهور لاول سنه تقدر تتمرن بوزن الجسم وهتستفيد وهتتطور، ولكن بعد كده لعيبه الكاليستانكس نفسها تستخدم اوزان سواء في العقله او في الضغط او في اي تمرين بوزن الجسم. ولكن الفكره برضو الزياده ان انت لو عندك عضله ضعيفه باي في اللاتس حاجات معينه بقالك سنين بتتمرن، هنا هتحتاج تعزلها باجهزه معينه، ودي مش هتلاقيها غير في الجيم. فبالنسبه لي البار. برضو نفس الفكرة، هل انت ما عندكش غيره؟ هل دي الأداة الوحيدة المتاحة لك انك تتمرن بيها؟ ساعتها خلاص البار كويس. هل هو أحسن حاجة؟ لا، بس هو كويس ومتاح لك فخلاص. لكن لو انت عندك أجهزة وعندك كيبلز وعندك دمبلز هتروح تلعب بالبار، فلا، مش أحسن اختيار يعني. انا برضو بالنسبه لي اخترت محايد، لان هو في البدايه هيكون اسهل عليك من الدمبل خصوصا موضوع التوازن، ولكن مع الوقت افضل ان انت تبدل تمرينك. لو كان هدفك البناء العضلي اكتر افضل انك تتمرن بالدمبل اكتر من البار. نقطه زياده حابب اضيفها في حته البار، التمارين المركبه زي السكوات، الديدليفت، البنش بريس مش بتعلي هرمون الذكوره، هي بتعليه لفتره مؤقته بس، ولكن الهرمون بيرجع لوضعه الطبيعي مره ثانيه. الكيبل. ركز يستاهل قشطه. الكيبل ده يكاد يكون الأجهزة اللي شغالة بالكيبل، الكيبل العالي يكاد يكون أحسن حاجة تستعملها للبناء العضلي. ثبات، تقدر تتحكم في الزاوية على حسب طولك وطول أطرافك، تقدر تغير في زوايا الأحمال، تقدر تخلي الحمل أكتر في وضع الاستطالة ووضع الانقباض على حسب بوزيشن جسمك. فيه كمية مرونة وتلاعب مش طبيعية بجد. وأندر ريتد جدا 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 في مصر. حرفيا كنت تلاقي كل الناس رايحه على الدمبلز ورايحه على البارز، سايبين المسكين اللي هيديهم تطور مش طبيعي بجد. فلا، بيستاهل جدا. خلاص مش محتاج اتكلم، هو قال كل حاجه. انا انفعلت حبتين لا بصراحه. عاش. تمارين الكيابل دي التواصل العقلي العضلي. بص، التواصل العقلي العصبي في اول سنه اول سنتين ما تبصلوش. انا بالنسبه لي اغلب الناس اخترت فاكس لان اغلب الناس بتهتم بالتواصل العقلي العصبي او العقلي العضلي اكتر من الوزن نفسه، وانت اصلا مش هيطلع لك عضلات غير بوزن. وصل لك؟ بالظبط زي ما قال حسين، التواصل العقلي العضلي ملهوش اي لازمه. يعني انت ممكن تلعب ممكن تحرك ايدك فاضيه تمام كده وتحس بتواصل عقلي عضلي. هل ده معناه ان الباي هتكبر؟ لا بالظبط، الناس اغلبها بتقلل الوزن عشان يحصل عندها المسل كونكشن، وده مش صح. انا بالنسبه لي لو هختار وزن اعلى وما احسش بالتواصل ده افضل من اني اخفف الوزن واحس بالتواصل العقلي العضلي. البامب في التمرين. فاكس؟ جدا. لا انا يعني نوترال. طيب هل البامب معناها نمو عضلي؟ لا. هل الابحاث اللي قالت ان البامب بيسبب نمو عضلي يعني كان فيها بامب بس؟ لا، كان في حاجات ثانيه بتحصل. كان في ميكانيكال تنشن، كان في اوزان، كان في فوليوم، كان في انتنسيتي. فهو البامب مش اساس البناء العضلي، بس هو اشاره من اشارات البناء العضلي، بس مش معنى ان هي يعني مش موجوده ان مفيش بناء عضلي. لا، ممكن ما تحسش بالبامب وتبني عضلات عادي. فعشان كده فاكس. انا بالنسبه لي اخترت نيوترال لان البامب حلو، بس ان هو بيدي لك احساس الصور بتاعت الصور بتاعت البامب حلو، والبامب نفسه في التمرين بيدي لك حماس انك تتمرن وتدوس على نفسك زياده. فبالنسبه لي قشطه يعني. وبس، ده كان نهايه الجزء الاول من يستاهل ولا فاكس. اشوفك في الجزء الثاني، ولكن قبل ما نقفل ما تنساش تعمل اللايك وتفعل الجرس وتستنى الفيديوهات الجايه. اشوفك في فيديو جديد. سلام.